سلام سلام، وش راكم خياتي؟ وش راكم متتبعاتي بوفية متتبعات قناة وصفة من المطبخ المتنوع؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. رجعت لكم اليوم في تاني وصفة عيد الأضحى المبارك، اللي هي وصفة عصبان البلا، اللي معروف في محلات تقديم الأكل السريع. كان سبق لي وذقتها في أحد المحلات في ولاية غليزان، وذقتها كذلك في ولاية معسكر. راهم معروفين بها ولايات الغرب، راهم يحضروها وتتباع كوجبة خفيفة في المحلات. ما على باليش إذا كانت معروفة في الشرق ولا لا. المهم، أنا جربتها وعجبتني بالبزاف، وحبيت اليوم نسيها معاكم، ان شاء الله تعجبكم. والى الوصفه بسرعه. انا هنايا خديت دواره كامله، نحيت منها غير القلب والكبده، سبق لي طيبتهم ملفوف. قلت لكم حكمتها، ما درت لها لا ماء لا ملح، درتها في الكوك، غلقت عليها، ولما بدا تتصفر نقصت عليها كامل النار وخليتها حوالي 10 دقائق باش تخرج هذاك الدم تاعها والسوائل اللي فيها والدهون الزائده يذوبوا. هنايا كما راكم تشوفوا هذا السائل كامل خرج منها. حاولت نصفيها منه ونعاود نغليها للمره الثانيه في الماء فقط، ما درت له لا ملح لا رند لا كمون لا حتى حاجه، غليتها غير في الماء فقط. بعد ما غليتها خليتها تجي حتى تبرد، ثم قطعتها ورحيتها. هنا هذا العصبان ما تخلوش فيه الدواره تاعكم، يعني تقطعوها قليله، لا لازم تكون مرحيه. قلت لكم انا ذقته في احد المحلات، عجبني بالبزاف، وصفه مغايره للعصبان اللي كنا نحضروه بالطريقه التقليديه، نعمرو كرشه ونخيطوها ونطيبوه مرقه مع الحمص. لا، هذه الوصفه سريعه، خفيفه وسريعه، وكذلك بنينه ومشبعه ورائحتها روعه. هنا خليت الدواره تاعي تغلي المره الثانيه، وجيت باش نحضر معكم الحشو تاعها، اللي هو هنايا حكمت قيس كاس تاع 250 ملي روز، غليته في الماء فقط، ما درتو لا زيت ولا ملح. بعد ما غلى نص طياب نحيته، زدت له قيس غرفيه كامله تاع بصل. هذه الوصفه تحب بزاف البصل والطماطم، ورحيتهم، رحيت هذا البصل وخليته بجي. هنايا كانت الدواره تاعي وغلات وبردت، قطعتها غليت، وراح نكمل نرحيها رقيق باش نستعملها في الوصفه. انا هنا للامانه غليت الدواره تاعي كامل، ولكن استعملت غير النصف تاعها، يعني نصف الريه، نصف الكرشه، نصف المصارن، نصف الطوحال، كامل نص نص. استعملت غير النص تاعها ورحيتها. انا الاشوار تاعي هنايا صغيره، رحيتها على 3 مرات، وبقيت نحي غير بشويه ونحي حتى كملت كامل الكميه تاعي. هنايا قلت لكم انني ذقتها في احد المحلات واستفسرت عليها. في الولايات الاخرين ما يزيدولهاش الفلفله المشويه، لكن في ولايه غليزان يديروا فيها هذه اللمسه. استعملت هنايا انا قيس 3 ريسان كبار فلفله، شويتهم وقشرتهم وعاودت رحيتهم، وكذلك الطماطم قيس 2 حبات كبار بيان، شويتهم ورحيتهم مع شويه قزبر ومعدنوس او شويه قزبر وكرافس، وزدت لهم هنا قيس 5 ريسان ولا 6 كبار توم رحيتهم. وجينا لهنا للتوابل، زدت شويه فلفل كحل، زنجبيل، شويه كمون، ما تكثروش، انا لهنا راني كثرت شويه، فلفله حلوه وفلفله حاره، وزدت شويه زعتر او زعتره، كذلك الزعتر ما تكثروش لانه يطلق المراره. وهذاك الماء اللي كانت غلات فيه انا ما رميتوش، خليته باش نحل فيه شويه تاع، ماشي شويه، مغرفه كبيره طماطم مع شويه هريسه، حليتهم وزدتهم للحشو. هذا الحشو لازم يكون شويه فيه السائل، لانه غادي يكمل الطياب تاعو في الكوشه وراح يزيد ينشف.
لذا نزيدو له شويه من هذاك البيون اللي كان غلات فيه الدواره. حلي مليح الطماطم تاعك مع الهريسه في هذاك البيون وزيديها للحشو، وبقى يتخلط حتى تتجانس كامل المكونات مع بعضها. بعد ذلك غطيها وخليها تتشرب كامل هذوك النكهات حوالي 10 دقائق، ثم فرغيها في البلاط تاعك، سوي السطح تاعها مليح وزيدي لها شويه سائل من الفوق باش كي تكون طيب ما تنشفكمش بالبزاف، ودخليها للفور تاعك يكون ساخن مسبقا. شعلي عليها من الفوق ومن تحت، ولكن بلا حطيه تحت كامل، وخليها حوالي 15 دقيقه في الفور. ولا قيس ما تشمي الريحه تاعها يعني راهي وجدت خرجيها. هنا بيان سور ما تنساوش الملح، لانه هنا الدواره ما غليتهاش بالملح، الرز ما غليتوش بالملح، زدت الملح في الاخر. وهنايا كامل المواد راهي او كامل المكونات راهي تقريبا راهي طايبه، غير البصل والثوم والقزبر اللي هما مازال ما كانوا خضرين. راح كي ندخلوهم للفرن يزيدوا يمدوا النكهه تاعهم ويكون العصبان تاعنا واجد. ننصحكم يا البنات تجربوها، وصفه رائعه رائعه، وصفه مغايره على طريقه تقديم العصبان التقليديه، وكذلك سريعه ما تشدش اليد وبالخف توجد. وتقدري ما تحتفظي بها، تقدري توجديها هكذا وما طيبيهاش وتحتفظي بها في المجمد، ولما تكوني عندك ضيافه ولا عرضه ولا تقدري تخرجيها وتحطيها في البلاط تاعك وتدفعيها للفرن طيب مباشره وبكل سرعه. هنايا سوي السطح قلت لكم من مليح، يعني لو كانت تستعملي الدواره كامله راح تعطيك 2 بلاوات من هذا البلاط تاعي. انا هذا البلاط تاعي راه كبير بالبزاف، غير هنا يبان صغير، راه كبير بزاف. يعني قلت لكم نصف الدواره عطاتني هذا البلا، وكانت الطبقه تاعو غليظه تاع العصبان. لذا ننصحكم تستعملوا اذا كانت عائلتكم صغيره ولا استعمل غير نصف كميه الدواره. اما اذا كانت عائلتك كبيره ولا عندك عرضه استعمل الدواره كامله، راح تتحصلي على 2 بلاوات من هذا البلا من هذا الحجم. ونقول لأول مرة تشوفي القناة تاعي اشتركي اختي ما راحش تندمي، وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد من قناتي. وهذا هو صورت لكم العصبان كي كان في الفور قبل ما نخرجوا. شوفوا هذيك التحميره الهائله، الله الله. قلت لكم الريحه تاعو قاويه وشابه وبنينه، الجوارين يشموها. وهنايا بعد ما خرجته خليته شويه برد، تقدري هذا العصبان تقدميه كساندويتش في الخبز المطلوع ولا خبز الكوشه، وكذلك تقدري تقدميه في الصحن وتاكليه بالمغرفه. ان شاء الله هذه الوصفه تنال الاعجاب تاعكم، ونقول لكم جربوها ما راحش تندموا. وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، الى الملتقى ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد على قناتي. سلام.